هو محمد ابو العز لازم يتصل عليه الاول يقول له يا محمد بيه في دلوقتي ناس في فلان الفلاني بيعمل عايز يبعت تلغراف يشتكيك فيه. فالعمليه هنا يعني سوري في الكلمه متكوسه على الاخر بالنسبه لموظفين السنترال. بالنسبه لضباط المباحث، ضابط المباحث ما يعرفش حد هنا، المخبر او امين الشرطه هو اللي بيمشيه. انا دلوقتي اخواتي الاثنين طفشانين. طيب مين بقى؟ اخواتي اللي هو عمرو سعد محمد حسنين ومحمد سعد محمد حسنين. ايوه. وانا اخوهم الصغير مسؤول عن مراتاتهم اللي يعتبر دلوقتي مسؤول على مراتاتهم الاثنين. يعني واحد طفشان ومراته حامل ولسه مخلفه بنت، والتاني برضه طفشان ومراته لسه مخلفه بنت ما كملتش شهر. وهم ما عملوش حاجه خالص. الاثنين ما عملوش حاجه. الاثنين كان كل ذنبهم ان رئيس مباحث شبين يتصل بيهم تعالوا في اخوان موجوده بيروحوا لهم. دوت كان كل ذنبهم. طب في ايه ويصحيهم من النوم. ما هو عشان كده موضوع الضبط علشان ان هم مثلا كلمتهم ممكن مسموعه هنا في البر الشرقي، اي مشكله تحصل تعالى يا عمرو نحل، تعالى يا محمد نحل كده. يعني بعد ما ساعدوهم بقيتوا بعد ما احنا ما ساعدناهم دلوقتي بقينا احنا اللي مطلوبين منهم. في نقطة برضه حضرتك أنا عاوز أوصل شكوى الناس دي لوزير الداخلية مش مدير الأمن بقى ولا فتش الأمن العام، لأنهم ما بيردوش علينا. عايزين نوصل الشكوى ديت لسيادة اللواء محمد إبراهيم. هل هو يرضى بذنب الناس دوت؟ الشبين بتعتبر ظالم ولا نوصل المشكلة بقى لسيادة الفريق محمد فتاح السيسي آخر؟ عايزين نشوف حل. حضرتك أنا والدة بقالي 23 يوم. وجوزي كان محبوس ولسه خارج ما تم السنة. محبوس ليه؟ كان برضه مظلوم برضه ولسه خارج بيوم هو متولد حضرتك يوم الخميس. الخميس اللي فات برضه بسبب المشكله بتاعت المخانقه دي. فهو اتاخد من على الفرش، هو فرش في شارع الاستاد حضرتك بفرش عيش. بيبيع عيش. فهو اتاخد يوم اسمه ايه؟ اسمه هيثم عبد الرحمن الشبي. واخوه كان رايح له تاني يوم برضه اتاخد برضه بسبب اتاخد في الاسم؟ هو راح يزوره؟ ايه اتاخد من عند البندر. رايح اتاخد من عند البندر. هو رايح يتعرض نيابه خدوه. هو بيتعرض نيابه خدوه عملوا له ضبط واحضار اخر بسبب المشكله دي. بسبب المشكله برضه. هو ما الشيخ ما كانش موجود يومين. هو كان في المنصوره لان مراته بتعمل عمليه برضه. عمليه اللي هي الغده. خدوا الشيخ راخر من قدام الباب البنك وكان جنبه المحامي بتاعه. شيخ؟ هو شيخ؟ لا هو مربي دقنه. هو مربي دقنه مش شيخ ولا حاجه. هو راجل بيبيع هو حضرتك فاتح محل سمك. لا هو مربي دقنه بس هو ما هوش شيخ. يعني مش لا ملوش شيخ. لا ملوش لا في الاخوان ولا الكلام ده بس هو مربي دقنه كده. لا وحضرتك مراته دلوقتي محجوزه في المعهد وتعبانه. وهو مراته مريضه بقى لها بتاع 7 اشهر. تعبانه وهو اللي يعني في نقطه كمان احنا مش ضد اعداء الشرطه ولا اي حاجه من دي. احنا عاوزين الشرطه تنزل اللي فعلا يعمل ذنب يعمل حاجه يتحاسب عليها. بالظبط كده. احنا مش نتلكك للشرطه ولا عاوزين نبقى احنا اعداء الشرطه ولا الشرطه تبقى عدوه لنا. احنا عاوزين يبقى في احترام متبادل فقط لا غير. هم رجعوا بس الناس ديت كلها هي على الحكومه ديت. كانت الاخوان بهدلت الحكومه دي. كانوا هم بيتصلوا عليهم بيقولوا لهم تعالوا اقفوا جنبنا. كانوا يقفوا جنبهم في كل حاجه. واخيرا رجعوا يدوروا عليهم بيلموهم هم. مدام ساميه بص حضرتك الضبط والاحضار اللي هو جه قبض فيهم عليهم دوت. الضبط والاحضار دي القضيه اللي الاخوان عاملينها لهم وهو كان راكنها عندهم بقاله 3 4 شهور. واخده بالك لما جه عملوا الضباط بتوع المشكله دي راح مطلع الضبط والاحضار بتاع الاخوان. مش فاهمه الحته دي. الاخوان كانوا ايه؟ هم اللي عاملين كانوا مبلغين عنهم. كانوا فاهمينهم ان هم اتعدوا عليهم ايام الاختلاف اللي كان موجود دوت. فكانوا عاملين لهم ضبط واحضار. هو بقى بتاع المباحث كان بيتصل بيهم اماكن الضبط والاحضار ده على جنب. لما جه بقى الضباط جم يفتشوا العربيه وراحوا واخدين الناس دول ما هوش عارف بقى يكتب هم خدوهم ليه. راح مطلع الضبط والاحضار القديم بتاع الاخوان وكاتبه لهم. وظنهم هم اللي كانوا في برضه في ظباط برضه محترمين. يعني في برضه في شبين ما اقدرش اقول كل الظباط في شبين وحشين. لا في ناس محترمه جدا وبيتعاملوك معامله كويسه. لما اروح اخلص مصلحه في الاسم او خلاص فيش او حاجه في ناس محترمه. بس في بعض من الظباط وبعض من الرتب بتسيء للشرطه في المنوفيه. ايوه احنا عاوزين حل. عاوزين حل بتاعهم بقى اللي هو بتاع الناس اللي هي اللي بتتكلم عليها. ايوه ودوت برضه مضرور من الحكومه برضه لان في ضابط مباحث هنا لسه طالع من تحت من الاستيفا
مطلعينه فوق للمباحث اسمه احمد ضياء، برضه ظلم دوت وخدوا عملوا له قضيه مقاومه سلطان. يعني ايه الاستيفا؟ كان ظابط تحت في اللي هو عند اللي بيكتبوا المحاضر دوت. لسه جديد يعني لسه جديد. بيطلع على اداره البحث بقى يروحوا مخلينه ظابط مباحث. ايوه اللي هو احمد ضياء وعمر شلبي. دول واحد اسمه احمد مصطفى حلمي ابو شنب، ده معمول له بتاريخ 10/9 محضر. المحضر ده اهو كل البر الشرقي شاهد ان ده محضر ضرب متخانق مع جارته. فوجئنا واحنا في النيابه راحوا عاملين له فرد خرطوش وذخيره، والظابط زعم ان هو راح موجه السلاح نحو صدره وقال باتخاذ اجراءات الاحتياط الامنيه على السلاح لقينا طلقه معده للاطلاق. اللي بيعمل له مقاومه سلطات ويعمل له حيازه سلاح ناري وذخيره، وهو في الاصل ما كانش معاه كل حاجه زي دي، كان متخانق مع جارته. حضرتك المحامي؟ انا المحامي. اسم حضرتك ايه؟ امير عبد الرحيم عبد الفتاح. انت اللي ماسك القضيه بتاعتها؟ اللي هي 12882. ده رقم القضيه. المحضر ده احنا اول ما رحنا كانوا واخدين ياسر رجب محمد ابراهيم واحد اسمه نبيل الجعار. أيوة. اول ما رحنا وقعدنا كان موجود هناك الحكمدار بتاع مديريه الامن، كان موجود محمد بيه ابو العدل، والكل قال ما فيش محاضره هتتعمل.